السلام عليكم، انا سجدة. بما ان احنا كلنا تقريبا خدنا اجازه وقعدنا فتره كويسه نرتاح فيها، واتقلبت تقريبا بكسل وخمول ان احنا ما نعملش اي حاجه، فقررت ابدا في يومي ان انا ادخل حاجات جديده اعملها في الاجازه عشان استفيد من الاجازه كويس، ما اضيعش ما كنتش عملت حاجه مفيده. ففيديو النهارده هشارك معاكم حاجات انا حابه ان انا اعملها في الاجازه ان شاء الله عشان استفيد منها على قد ما اقدر. فاول حاجه حابه اعملها ان انا اجهز البيئه اللي حواليا وهي المكتب، واغير ديكور الحيطه. فاخترت بوسترات من بنترست وطبعتهم وحطيتها على الحيطه، وقعدت احط لمسات بسيطه جدا لحد ما ادتني شكل نهائي. تاني حاجة وبحب أعملها إذا كان في أوقات الدراسة أو إذا كان في أوقات الفراغ بتاعتي إن أنا أسمع بودكاست. بجد البودكاست هو صديقي في أوقات اللي أنا ما بحبش أعمل فيها مجهود بس أستفاد في نفس الوقت. وآخر 2 بودكاست سمعتهم في الأجازة وفرقوا معايا جدا، حبيت إن أنا أشاركهم معاكم. هو بودكاست إيه المشكلة في الدعاء. البودكاست بيتكلم عن نقطتين: أن تدعو الله وأنت عبد حقيقي، تاني نقطة نتيقن من إن النتيجة هتحصل إن شاء الله. تاني بودكاست ايه المشكلة مع علاقتنا مع اهلنا. اننا في فترة اجازة وكنا في فترة دراسة وكده وكنا مضغوطين فيها، فكنا اغلب الوقت ومعظم الوقت كنا بنقضيه في الدراسة. فالمفروض ان احنا في اجازة فنركز على الجانب العائلي شوية وان احنا نقعد معاهم اكبر فترة ممكنة. البودكاست ده من وجهة نظري غير افكار كتير عن علاقتي بوالدي. بيتكلم عن بر الوالدين ولازم الجانب ده نشتغل عليه كويس في الاجازة طالما مش ورانا حاجة نمشي عليه طوال حياتنا. ثالث حاجة حط كل يوم جزء من القرآن حتى لو بسيط، خير الأعمال أدومها حتى لو قل. انتوا عارفين انا كنت زمان كنت بعاني من ضغوطات وافكار كتير بتدور في راسي، ما كنتش بعرف اخرج الافكار دي او استخدمها كويس، كنتش بعرف اعبر عن نفسي بشكل كويس. فتعالوا اقول لكم ازاي تخلصت من الموضوع ده او قللته على قد ما اقدر. وهو ان انا عملت جورنالينج. الجورنالينج اللي هو التدوين هو من اهم الحاجات ومن اعظم الحاجات اللي تقدروا تعملوها في اوقات فراغ. هو بالنسبه لي هو بيدي المساحه الشخصيه للواحد انه يكتب ويعبر عن نفسه على قد ما يقدر، من غير ما الشخص انه يفكر انه اللي قدامه هيفهمه ولا لا. هو كأنك بالظبط ان انت قاعد قدام شخص اللي هو انت، وبتواجه الافكار اللي في دماغك وبتعبر عن نفسك. وكمان بحب في الجورنالينج التدوين ان انا بكتب الانجازات الصغيره حتى لو كانت بسيطه وصغيره، عشان لما احس باحباط ان انا مش قادره اكمل في الحاجه دي برجع للانجازات دي وبحس ان انا لازم اكمل في طريقي طالما عملت انجازات صغيره، وده بيكون حافز لي ان انا اكمل في الحاجه اللي انا بعملها. فاول حاجه من فوائد التدوين هو الانجاز بشكل احسن. تاني حاجة التدوين بيقلل الضغط. اللي مثلا افكار كتير بتدور في دماغي ومهام كتير المفروض ان انا اعملها، مثلا اذا كان في دراسة او اذا كان مثلا ان انا في اجازة مش عارفة انظم وقتي بشكل صح. فافكار كتير بتدور في دماغي، فبجيب ورقة فاضية وبكتب فيها الحاجات المهمة اللي انا المفروض ان انا اعملها دلوقتي والحاجات الاقل اهمية. ده كده انا برتب افكاري ايه الحاجات المفروض اعملها دلوقتي وايه الحاجات اللي انا لو ما عملتهاش مش هيحصل حاجة. تالت حاجة بتقدر توثق اليوم بتاعك ان اذا كان مثلا ماشي كويس او اذا كان ماشي مش قد كده. رابع حاجة اكتب أسئلة ودور على أسئلة من أي مكان، وأنا هسيب لكم شوية أسئلة. ده بيخليك إن أنت تعرف نفسك بشكل أحسن وتجاوب على الأسئلة دي، حتى لو أنت مش عارف تجاوب دلوقتي ممكن تسيبها لبعدين. أسئلة زي إيه الغلطات اللي وقعت فيها قبل كده وتعلمت منها، إيه الحاجات الوحشة اللي حصلت النهاردة وإزاي إن أنت ممكن تقدر تقللها، وإيه الحاجات الكويسة اللي حصلت النهاردة وإزاي تزودها، هل أنجزت النهاردة ولا لأ، ايه اكتر حاجة ممتن ليها النهاردة. خامس حاجة ودي عامة شوية ان انت تقدر تكتسب اي مهارة في الاجازة. انت تقدر تكتسب مهارة تشتغل بيها اونلاين او تقدر تنمي المهارات اللي عندك اذا كان رسم او اذا كان مثلا اي حاجة انت حابب تمارسها. ده كان فيديو النهاردة ودول 5 حاجات انا حابة ان انا اعملهم في اجازة، وان شاء الله في حاجات تانية اشاركها معاكم في فيديوهات شورتس. اشتركوا في القناة عشان يوصلكم بكل جديد. لو انتوا عندكم اي افكار تانية تعملوها في الاجازة تقدروا تكتبوها في الكومنتس عشان تشاركوها معانا وكلنا نستفاد. ودمتم موفقين ان شاء الله. باي.